الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، تطوى الليالي والأيام وتنصرم الشهور والأعوام، تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها، منقضية من أعمارنا مقتطعة من آجالنا. والعمر قصير والأجل قريب والأنفاس معدودة، ولكن الله جل جلاله يهيئ للناس مواسم ويبسط لهم عبادات تزكية لنفوسهم وتطهيرا لقلوبهم فيرفعهم بها. وإن الإنسان بين الحين والحين يحتاج إلى ضبط غرائزه وإصلاح نفسه، ولا سيما مع زحام الدنيا وضجيجها وركام المادة وحطام الشهوات، مما أصاب النفوس بالعلل: قسوة وغفلة وشهوة. ولكن الإنسان لا يصلحه إلا الشرع المحكم والوحي الهادي. ويوم أن تولت الأنظمة في الدنيا عن تعاليم الشرع ومحكمات الوحي فسدت الحياة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وإن من رحمة الله ونعمة الله بعباده أنه هيأ لنا عبادات بأهداف محددة وغايات نبيلة تضبط الغرائز وترفع الإنسان وتقود الأمة إلى كل خير. وإن من هذه المواسم رمضان، وإن دورة الفلك بعد أيام قليلة تكتمل فتشرق الدنيا، ويسعد المؤمنون في أرجاء العالم بهلال مبارك وشهر سعيد يقضون فيه أياما وليالي في طاعة يتقلبون وفي ذكر لربهم يحمدون. صلاة وتراويح وذكر وتسبيح وقيام وتهجد وقرآن وتلاوة وعبادة واستقامة وأجواء إيمانية ونفوس مفعمة وإيقاظ لمشاعر الرحمة في نفوس الناس وتفجير لدواعي الخير والإنفاق. وبذلك يعيش المؤمن أياما من أجل أيام عمره، يتمنى لو أن المنية أدركته طلبا لحسن الخاتمة في تلك الأيام. وأود أن أقف وأنا أتحدث عن رمضان 5 وقفات كلية أساسية. والوقفة الأولى التي أقفها مع رمضان فضائله ومآثره ومناقبه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. روى الإمام أحمد في المسند من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الكتب السماوية المطهرة الشريفة التي أنزلت على الرسل والأنبياء أنزلت في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: أنزل الله صحف إبراهيم في أول يوم من رمضان، وأنزلت التوراة ل6 مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل ل13 من رمضان،
وأنزل القرآن ل24 من رمضان. صحف إبراهيم أنزلها الله في أول يوم من رمضان، ودار الزمان فأنزل التوراة على موسى في 6 من رمضان، ودار الزمان فأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 13 من رمضان، وأنزل القرآن في 24 من شهر رمضان. رمضان شهر تغل فيه الشياطين وتصفد فيه المردة ويسلسل فيه الجن، أي يوضع الجن في سلاسل، غير أن بعض الجن والشياطين من المسلمين يفسدون أكثر من فساد الشياطين أنفسهم. وأعني بذلك الفضائيات في رمضان. بشرى سارة لمشاهدينا في رمضان: الفترة المسائية، السهرة الرمضانية، الخيمة الرمضانية، كلها أغاني ومجون، بل أحيانا يفطر بعض الناس على أصوات الموسيقى وأنغام المجون في رمضان. وهؤلاء رمضانهم عبث ولهو ولغو ومجون وضياع وفساد. المسلسل الرمضاني وكان ما بكفي 30 يوم بيجيبوا مسلسلين 15 حلقة و14 حلقة، يقول لك مسلسل لرمضان. وفي فضائيات للأفلام خاصة في رمضان. أيعقل أن يكون الشهر الطاهر، الشهر المبارك الذي نزلت فيه أجل الكتب 4 على الناس وعلى البشرية هداية ومنارة، أن يكون بهذا الضياع؟ ولذلك تصفد فيه المردة من الجن وتسلسل الشياطين وتغل الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وأبواب الجنة تفتح حقيقة، فهي أبواب حقيقية تفتح، وما بين مصرعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها وقت وهي كضيض من الزحام. ومن معنى تفتح أبواب الجنة تيسر سبل الخير وتمهد أسباب الطاعة، فيفعل الناس في رمضان من الخيرات بسخاء نفس وجود قلب وحركة ونشاط وهمة وإقبال وعبادة وطاعة ما لا يكون في غيرها من الأزمنة. بل وإن كان الحديث فيه مقال وإسناده عند ابن خزيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل رمضان، قال: النافلة فيه بفريضة، والفريضة في رمضان ب70 فريضة فيما سواها. النافلة في رمضان تساوي فريضة، والفريضة في رمضان تساوي 70 فريضة من ذات الفريضة في غير رمضان، وذلك تعظيما لحرمة الشهر. وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب فيختصر الطريق. ولذلك عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند النسائي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا كان أول يوم من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في الشهر وذلك كل ليلة.